موضوع الحلقة عن الزوهري والغنى والثروة وصناعة المستقبل وقانون الجذب للزوهري وغير الزوهري أيضا. السؤال المطروح: هل الزوهري خلق ليكون منعما أو معذبا مع العوارض والعين والحسد واستهداف أهل الظلام؟ هو في الأصل الكثير من أهل الحسد سواء من الإنس أو الجن يريد الزوهري ألا يتزوج ولا يلد من السلالة المباركة الزوهرية النقية، ولا يصبح غنيا أو ذا شأن، وأن يبقى موسوسا مع العوارض والأمراض الروحية والجسدية أيضا، وهذا لكي ينشغل الزوهري عن كشف خباياهم، أيضا لكي لا يشتغل بالكشف والعلاج وإفادة الناس ونفسه. الكثير من العدميين والذين يزرعون أفكارا مغلوطة سلبية للزوهري يريدونه أن لا يعرف الحقيقة أنه شخص مبارك، لهذا تجدهم يزورون عليه ويكذبون عليه، فيقولون أن أباه لما جمع أمه لم يسمي الله لكي يحبطونه ويحسوا كأنه ابن الشيطان، في حين أن أغلب الزوهريين هم مباركون جنود الرحمن وليس الشيطان، إلا طبعا من أراد التلاعب بروحه واتبع سبيل الشر، فهذا شأن عام يكون في كل أصناف البشر وليس فقط الزوهري. الزوهري سلالة مباركة شريفة، لهم دماء مباركة وأصحاب حظ ونور، لكن للأسف يحارب هذا الحظ وهذه البركة من طرف عصابات الشر واستهداف الطاقة وسرقتها، نعم الطاقة المباركة، وتكبيل الأجواد بالسلاسل أي سلاسل السحر أو التفريق بين الزوهري ورفقته الصالحة وزرع أفكار قاتلة فيه. ولكي يتغلب على هذه الظلمات لا بد له أن يحافظ على رفع وعيه وذبذباته النقية القوية، لأن سر قوى الشر في اختراقه هو في خوف الزوهري وانخفاض وعيه وذبذباته وتكاسله، فيجب عليه أن يبقى في تردد عال نقي بعيدا عن أمراضهم وعن تياراتهم، كأنهم هم في موجة وهو في موجة أخرى، هنا لن ينتصروا عليه. لهذا يجب على الزوهري أن يرجع نقيا صافيا ذهبا خالصا كطفولته، أيام كان مستجاب الدعاء وأيام كانت البركة ترافقه وجنوده فرحون معه بإذن الله الوهاب. قانون الجذب قانون حقيقي رباني كوني، وهو مجرب عند الأولين والآخرين، والكل يستخدمه سواء بإرادة أو بدون إرادة، بنية أو غير نية، لكن للأسف إما يستعملونه عشوائيا أو بطريقة سلبية، فيجذب الشخص بأفكاره السوداوية ونواياه التي تكون متوقعة لكل شر وخوف كل أحداث مؤلمة أو الفقر أو أحداث لا يحبها. فالزوهري والشخص الروحاني وأصحاب التأمل وأهل الريكي مثلا أو غيرها من التمارين وتنظيف الشاكرات والهالة يجذبون بسرعة ما ينوون من خير ونعمة ووفرة ورزق أكثر من غيره من الناس العاديين، ولكن قد تجد الشخص غير دارس ولا يفقه هذه الأمور لكن يجذب حياة الأفضل وثروة وغير ذلك، وذلك لتطبيقه قانون الجذب الإلهي بطريقة فطرية وله توقع قوي مع يقين وإحساس بحدوث ما يطمح له حاليا وليس في المستقبل، بل يعيش الدور الآن كأنه وصل لما يريد. فالسر كل السر في الإحساس والشعور، فالذبذبات هنا ترتفع. فهناك الكثير من التمارين على اليوتيوب والنت بشكل عام لمن أراد التعمق أكثر لمعرفة قانون الجذب بطريقة أكثر عمقا وغير ذلك، لكن ألخص عليك الطريق وأقول أن السر فيك، نعم السر فيك أنت، وأنه عليك أن لا تحجب بالفرق الزمني بينك وبين تحقيق هدفك وأحلامك. أنت تخيل أن هدفك قد تحقق مع الشعور بالفرحة، نعم بالفرحة به، وأنك فعلا تعيش اللحظة والدور، وحاول أن ترى نماذج جاهزة كقانون الشجرة والثمرة. فنحن عندما نزرع مثلا شجرة تعطينا ثمارا، وهذه الثمار تعطينا بدورها أشجارا أو شجرة، وهي دورة متداولة تستمر إلى أن ينتهي العالم. فكذلك النتيجة والفرحة، فأنت افرح قبل النتيجة، وإذا دبدباتك ارتفعت بقدر ما تساوي النتيجة فسوف تحدث النتيجة. مثلا أنت أردت الحصول على 1.5 مليار لكي تحقق مشروعك الخاص، فإذا حاول أن تحس بفرحة كأنك حصلت على هذا الرقم من المال بتأمل معين وتخيل، فإذا وصلت فرحتك وذبذباتك وراحتك الداخلية
إلى نفس ذبذبة تلك النتيجة، أي حصولك على 1.5 مليار مثلا، فسوف يحدث الأمر بشرط ألا تصبح مشتتا، مرة تطلب هذا ومرة تطلب هذه. ركز على هدف معين واشتغل عليه. وكما قلت هناك تمارين كثيرة تتعمق في هذا الأمر، أنا فقط أعطيك المنهجية. حاول أن ترى نماذج جاهزة. مثلا تريد أن تصبح غنيا بإذن الله مع القيام بالأسباب طبعا، فعليك بتمارين الثراء، مثل أن تزور أماكن فيها أشياء غالية ولها قيمة كبيرة، وأماكن بها طاقة إيجابية، ومشاهدة برامج أو وثائقي أو مقاطع على اليوتيوب للقصور مثلا، والمنازل الفخمة، واللباس الفاخر، والسيارات الغالية، والساعات الأنيقة كالرولكس والأوميغا وغير ذلك، والأماكن الجميلة الراقية، سيارات مثل رانج روفر، مثل رويس رويس، مثل مرسيدس، وما تحلم به. وأنت تراقب هذه الأشياء بنور. اطلب الله الملك أن يرزقك، وفي نفس الوقت تخيل أنك صاحب هذه الخيرات وهذه الأماكن، أو تتواجد فيها ولك شيء منها ونصيب منها، وحاول الاستمتاع بالأمر كأنه فعلا حق وحاصل. فذبذباتك هنا سوف تشتغل، وأنوارك سوف تشتعل بكل قوة، وكلما تخيلت بقوة وحضور إحساس وقلب نابض بالحياة وروح هذه الأشياء المتخيلة، فسوف ترسل ذبذبات عالية منك للأشياء والأحداث التي تريد جذبها إلى حياتك، وسوف تتوافق ذبذباتك مع ذبذباتها وترددك مع ترددها، وبالتالي حصولها ودخولك في قانون التجلي، أي الأشياء المتخيلة تصبح أشياء حاصلة واقعية ملموسة بإذن الله تعالى ملك هذه الأكوان، لأن الأمر كله بيده وهو على كل شيء قدير. ولمن يكذب عليكم ويقول أن الزوهري لا يجب أن يكون ذو مال وشأن، وأن الروحاني يجب أن يكون زاهدا في الدنيا بطريقة سلبية، أقول له أن سليمان عليه السلام وهو نبي وملك كريم قال فيما معناه لبلقيس عليه السلام: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. يعني كان ذا مال ونفوذ، وهذا شيء إيجابي وليس سلبي إذا كان لشخص ذو خلق ونور، بل المال جندي من جنود الله، بسببه لا يخزيك الله أبدا أمام عائلة ليست بكريمة، أو من يدعي لك الصحبة والصداقة وهو لا ينفعك أو يريد لك علوا وتقدما، فأنت تستغني عن الناس. الحسن عليه السلام حفيد النبي عليه الصلاة والسلام شوهد بأحسن الثياب والهيئة والوقار والجمال، فقيل له: أنت هكذا وأنت حفيد النبي؟ فقال: يجب أن أكون هكذا لأنني حفيد النبي. الله جميل يحب الجمال، ولسان حالي بهذا اللباس يقول لكم: لست بحاجة إليكم، خير من أن أبدو بصورة تقول أنا محتاج. وقصة مريم معروفة عليه السلام، أي كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، فها هي مريم البتول ترزق رزقا واسعا بغير حساب، أي بدون سبب حتى، فاطلبوا الله الرزق ومن فضله خيلا وخيرا. وأيضا حفظ الكنز للغلامين، أي أن الكنز شيء مطلوب وجميل، وإلا لما كان الخضر قد رحم الغلامين بأمر إلهي لكي يكبر ويستخرج كنزهما. أي لو كان المال شيئا كما يدعي الكثير بطاقة سلبية أنه شيء سلبي، لما حفظ الخضر عليه السلام كنز الغلامين. وأيضا جنة الرجل بسورة الكهف قال له بالمعنى: قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولم يقل له احرق جنتك وضيع ضيعتك، لا، الزهد يكون بالقلب، أما الغنى فشيء جميل ورائع، وخصوصا إذا كان القلب متعلقا بالله تعالى، والكون مسخر لك بطريقة سهلة وجيدة، سلاسة في الحياة، هذه كرامة، فهذا شيء محمود ومطلوب، وأن تجد ما تكرم الناس به من خير، وتساعد الفقراء والمرضى والمساكين والحيوانات، وتصلح في الأرض. لما لا أرى الزوهري مثلا والزوهرية لهم مرسيدس آخر موديل وهذا من حقهم، ورونج روفر آخر صيحة، رولكس والذهب والأراضي، ولباس آخر صيحة مثل زارا، توم فورد والبوس، وأحسن من هذا كمثال لتنشيط الخيال. ولهم سيارات هي خيل الزمان وخير الزمان، حتى أن السيارات لحد الآن تقاس بالخيل، بل حتى أن الحج قال ربي فيما معناه أنه جميل أن يشهدوا منافع لهم وليشهدوا منافع لهم، واسألوا الله من فضله. فالزوهري أولى أن يأكل ألذ المأكولات، أيضا الروحاني بصفة عامة ألذ المأكولات وأجودها وأطيبها، حتى أن الله عز وجل خاطب
خاطب الأنبياء والرسل وقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، قل ما حرم زينة الله. فها هو رجل صالح يقول له: لولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لم يقل له اتركها اهرب، بل تعلق بالمكون أي الله، لا المكون أي الضيعة. والحياة إذا أخذت سيارة لا تجعلها تركبك اركبها، دار ومنزل وفيلا لا تجعلها تسكنك اسكنها، ملابس لا تجعلها تلبسك البسها. والكون مرآة عاكسة تعكس أفكارك وما يروج ويخطر بكثرة في عقلك الباطن ونواياك. والأعمال بالنيات أيضا من تفسيراتها الجميلة، أي أن كل حدث تشاهده الآن أو اختراعات هي كانت نوايا سابقة وتخطيطات بالعقل والعقل الباطن.